السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. هعمل معاكم النهاردة طريقة البسبوسة بأسهل وأنجح طريقة، إن شاء الله جربوها وإن شاء الله هتعجبكم. معانا هنا 3 كوبايات دي البسبوسة اللي هو السميد، ومعانا هنا 3/4 كوباية سمنة وكوباية لبن، أو لو ما عندك زبادي عادي مش مشكلة، حلو أي حاجة دسمة جميلة بتحلي البسبوسة. هنعمل هنا الشربات وهنسيبه على جنب لأن لازم يكون دافي. معايا هنا كوباية سكر وكوبايتين مية ونص ليمونة وما بنقلبوش. هو السكر بيدوب مع نفسه. جبت بقى هنا حلة وحطيت صينية وهدهنها معلقة سمنة كبيرة حلوة. وهعمل دلوقتي بقى على حلة على النار، هحط كوباية سكر هكرمله مع نص كوباية مية عشان يتكرمل، بيدي للبسبوسة لون حلو قوي يا بنات، بني، وبيديها بيفرق معاها يعني في الطعم. هنا بقى هحط السكر اللي اتكرمل، بس انا هنا ما صبرتش عليه لما يتكرمل، كنت مستعجله. هحط بقى 3/4 كوبايه السمنه وكوبايه اللبن والثلاث كوبايات دي البسبوسه اللي عندي في الطبق. ومش هقلب كتير، انا بس هخلط دي البسبوسه مع المكونات اللي عندي، بس هخلطهم بس مش هقلب كتير. التقليب الكتير بيخليها تنشف منك وما بتبقاش مرمله، مش هتبقى حلوه يعني. بس كده انا حطيت كل المكونات. هخلط بس الخليط بس كده تقليبه بسيطه، وهبدا احطها في الصينيه على درجه حراره 200. اول لما تاخد لون من تحت، انا بصراحه انا فتحت الشوايه عشان تاخد لون من فوق. اول لما بتطلع بحط الشربات على طول وهي سخنه. واول لما الشربات البسبوسه بتشرب الشربات، بتعرفي ان هي طريقه ناجحه وكانت حلوه قوي مرمله. يا رب الفيديو بقى يكون عجبكم. انا دلوقتي هقطع لكم حته وهوريها لكم. اعملوا لي لايك واشتراك وكومنت حلو منكم، شجعوني ودعموني، وان شاء الله هنزل لكم وصفات حلوه كتير قوي قوي قوي. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. باي باي.